كل الحروب دي احنا متفقين. طول عمرنا نسمع عن حرب قامت بسبب كنوز، بترول، بلطجة، لكن حرب يروح فيها 2000 بني آدم عشان خاطر جردل؟ جديدة دي. غباء عدى مستوى الفلنكات. سنة 1325 في إيطاليا كان في مدينتين، واحدة اسمها بولونيا واحدة اسمها مودينا. نفوسهم ما كانتش صافية لبعض خالص، وبينهم عداوة قديمة وغل وصرم بقاله سنين. شوية جرود من مودينا دخلوا بولونيا، وولاد التافهة سرقوا جلدل من قصاد بير عام. طب كنتوا تسرقوا معزة تبقى مبلوعة شوية. بولونيا بقى قالت مش هنعديها، الطار ولا العار، وهوب اعلنوا الحرب واتقابلوا في معركة اسمها زرولين. 30,000 جندي ما كانش عندهم مشكلة خالص ان هم يضحوا بنفسهم عشان الجردل. نموت وهيحيا الجردل. ودينا نسكت؟ لا ابدا. حاربوا ب7,000 جندي، اكتر من 2000 جندي ماتوا في المعركة دي. عشان ايه؟ عشان جردل. ويا ريت ورجع. دول خسروا المعركة وخسروا كمان معاهم الجردل. مدينة انتصرت في المعركة واحتفظوا بالجردل في برج موجود لحد دلوقتي هناك، والبرج دوت مفتوح للسياح، كل اللي داخل واللي خارج يتفرج على الجردل. المصيبة بقى والتفاهة اللي بجد إن جنود مدينة وهم راجعين على مدينتهم بعد ما انتصروا لقوا جردل محطوط قصاد بوابة من بوابات بولونيا. روحهم سارقين. يا ولاد التفاهة، فعلا شوية جرادل.